لازم أصلي. هتقولي لي ملياش نفس أصلي. طبعا المكتئب ملوش نفس يصلي. صلي بأي طريقة، أي حاجة، في أي وقت، بأي وضع. لو سبت دماغك تقلب الأفكار كأنك بتنزل في بلاعة أو في دوامة عمالة تسحبك لتحت. لو طلعت بره الصلاة الأفكار قلبت كلها سلبي، فبتاخدك وتنزل تاخدك وتنزل، فتلاقي الحكاية عمالة تزيد. تقطع الأفكار، تطلع بره الدوامة ازاي؟ يا رب بأي طريقة. تقول صلاة يسوع حلو، تصلي مزمور بتحبه ماشي، حافظ نصه قوله، ربعه قوله، مقطع واحد عجبك كرره زي ما انت عاوز. لو نزلت دموع يا ريت تبقى نعمة، لأن الدموع ممكن تطلع الكآبة، يعني الكآبة تروح مع شوية الدموع. لو عرفت تسجد هايل، لأن السجود علاج للكآبة. لو قدرت تحضر قداسات حتى لو قاعد، حتى لو مش عارف تنفعل، معلش لو قدرت، كل ده يشيل منك الكآبة. طبعا لو رحت خلوة روحية، تمشيت في مكان هادي، لمجرد ان انت بتنادي على اسم ربنا بس في مكان هادي، كل ده يطرد المشاعر السلبية والأفكار السلبية. يبقى الحل الجذري لأي حرب كآبة هي الصلاة. وتاني بقول الصلاة هنا مش إلزامية واجب، لا مفيش واجبات، خلاص انت تعبان اعمل اللي يريحك بس صلي بأي طريقة. وهنا نذكر طبعا ربنا يسوع له كل المجد لما اكتئب كان على كلمة واحدة: إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك.